شهادة ال25 في البنك الأهلي، والبنك الأهلي بيصدر أعلى عائد لمدة عام. تعال نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. ما تنساش شارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة، وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. إيه موضوع شهادة ال25% اللي كتير من عملاء البنوك بدأوا في السؤال عنه، وخصوصا في البنك الأهلي، لأن زي ما احنا عارفين إنه أكبر بنك في مصر حاليا ولديه قاعدة عملاء كبيرة جدا، وخصوصا بعد انتشاره بشكل أكبر في الفترة الأخيرة بعد إصدار شهادات استثنائية منذ الفترات الأخيرة، والتي أدت إلى لجوء كثير من البسطاء للتفكير في استثمار أموالهم في البنوك. والشهادات أفضل من فائدة البريد السنوي، لأن احنا طبعا عارفين كنا معظم البسطاء بيحطوا فلوسهم في البريد بسبب قربه وانتشار، لكن الآن أكثرهم بيلجأ إلى البنوك، وخاصة البنك الأهلي وأيضا بنك مصر، لأن فايدة البريد حاليا بتصل إلى 7% فقط في العام الواحد. ولكن البنوك بتصدر شهادات بها عوائد مختلفة، منها الشهري ومنها السنوي ومنها في نهاية المدة منها المقدمة. ولذلك بدأ التفكير خصوصا في الشهادات ذات العائد الشهري، لأنه بيدير ربح وبيدير معاش شهري يعين الأسرة الآن على المستلزمات والطلبات الكثيرة هذه الأيام. طب إيه موضوع الشهادات ال25%؟ وإيه موضوع أعلى عائد بالبنوك؟ أولا الشهادات ال25% دي كانت شهادة استثنائية تم إصدارها في شهر يناير الماضي، وهي بعائد سنوي في نهاية العام، واقترب موعد استحقاق الشهادة، لذلك بدأ الكثير في العملاء بالتساؤل عن موعد استحقاقها، وهل تجدد تلقائي أم لا، وهل يتم إصدار شهادات مماثلة لربطها أم لأ، وإحنا هناخد كام في نهاية المدة بعد ربطها سنة كاملة. كل دي أسئلة هنجاوب عليها في الفيديو القادم، شرح هام جدا عن شهادة ال25% وكيفية استثمار مبلغ الشهادة ال25% مع العائد اللي هتتحصل عليه مرة أخرى. أما عن إصدار أعلى عائد بالبنوك بالبنك الأهلي، وهو عائد وصل إلى 26%، ولكن بيتم خصم ضريبة على العائد بتصل إلى 20%، لكن العائد بيكون مدفوع كامل مقدما، وهي أذون الخزانة. واحنا شرحنا في القناة عن كيفية استثمار أموالك بأذون الخزانة لمدة 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة، وشرحنا كيفية استثمار مبلغ 100,000 جنيه وهتتحصل على كام في إذن الخزانة. كل ده هتشوفه في الفيديوهات السابقة. ما تنساش تاخد جولة في القناة وتشوف الفيديوهات السابقة، وكمان هننزل في الفيديوهات القادمة طريقة أسهل لربط أذون الخزانة في الفيديوهات القادمة. فبنذكرك إن أنت تشارك الفيديو على كل أصحابك لتعم الفائدة على السوشيال ميديا، وكمان ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك الفيديو القادم هام جدا.